السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا دكاترة هنشرح النهاردة الكانيولا كير بطريقة سهلة وبسيطة وممتعة كمان علشان ما نملش وكمان بسرعة. دي التشيك ليست بتاعتنا اللي هنشتغل عليها ان شاء الله وهنطبق عليها خطوة خطوة. طبعا زي ما بقول كل مرة دوت حساب الواتساب بتاعي علشان اللي عايز يتواصل معايا او عشان لو حاجة وقفت معايا عشان تقف معانا احنا الاتنين، بهزر طبعا. وده كمان برضو جروب الشرح بتاعي بينزل عليه الفيديوهات يعني اول باول. ويلا نبدأ على طول بسم الله بالحاجة اللي بنبدأ بيها كل حاجة في حياتنا، وهي الهاند ووش طبعا. دي اول خطوة عندنا. وتاني خطوة عندنا هي بريبير اكويبمنت، يعني لازم تلم العدة قبل ما تبدأ اي حاجة وتكون جاهزة معاك. واول حاجة هنحتاج لها طبعا الادهيسيف تاب او البلاستر. تاني حاجة هنحتاج لها وهي سرنجة فيها 2 سم صلاين. تالت حاجة هنحتاج لها هي شاش او حتة قطنة علشان نبلها صلاين ونمسح بيها الشاش قبل ما نخلعه من على الكانولا. واكيد مش هننسى الجلافز طبعا. وتالت خطوة عندنا هي explain procedure to the patient. طبعا لازم توضح للعيان انت هتعمل ايه بالظبط، وبالله عليك ارفق عليه شوية علشان ما تخضوش، يعني بالراحة. ورابع خطوة عندنا wear gloves اللي هو البس الجوانتات يعني. خمسة put rubber sheet under patient arm اللي هو حط الرابر شيت تحت دراع العيان علشان مفيش اي حاجة تقع على السرير وتلوثه. والخطوة السادسة عندنا هي test cannula if function through aspiration of any air or blood clots inside cannula. يعني الكلام ده كله بيقولك يعني ان احنا هنعمل اختبار للكانيولا هل هي شغالة ولا لا. ما هي كده متركبة من قبل كده، فهنختبرها هي شغالة ولا لا. ازاي؟ عن طريق ان احنا زي ما انت شايف كده هنفتح الغطا بتاع الكانيولا من قدام وهنركب السرنجة، تمام. ولكن السرنجة لازم يكون فيها 2 سم صلاين زي ما قلنا. وهنعمل انسبيريشن او هنشفط شوية يعني، وهنشوف ايه اللي هيطلع معانا. لو طلع معانا هوا او كلوت اللي هي يعني دم متجلط، كور دم متجلطة، هنغير السرنجة طبعا، ومش مش هندخل السائل دوت تاني، ماشي، لحد ما الاقي السرنجة كل ما بشفط بتطلعني يا اما دم بس يا اما مفيش حاجة. ولما خلاص والاقي ان كل حاجة تمام اقفل الغطا بتاع الكانيولا واشتغل بقى اكمل شغلي. سابع حاجة discard any clots or evacuate air from syringe. يعني لو طلع معاك في السرنجة وانت بتعمل اسبيريشن اللي هو بتسحب يعني من الكانيولا، ارمي السرنجة واستخدم واحدة جديدة. يعني اي كلوتس هتطلع او اير هتستخدم سرنجة جديدة لحد ما يبقى الموضوع نظيف خالص. 8 inject 2 سنتي صلاين اللي هو يعني هنحقن 2 سنتي صلاين جوه الكانيولا. 9 if the cannula is function start clean. يعني خلاص اتأكدت ان الكانيولا شغالة، خلاص ابدأ بقى تنظيف. هنبدأ التنظيف عن طريق ان هو بيقولك by soaking unclean adhesive tab اللي هو البلاستر يعني using cotton ball soaked with saline. يعني هنبدأ التنظيف زي ما انت شايف كده عن طريق ان احنا هنبل القطن يعني، او الشيء اللي احنا بنمسح بيه حتى لو كان شاش هنبله بصلاين، وهنبدأ نبل حوالين الكانيولا زي كده في circular motion، تمام. 10 wait 30 second till the adhesive tab is detached from patient skin. يعني هنستنى 30 ثانية يعني على ما يكون السرايل اللي احنا بنينا بيه الشاش اللي هو او البلاستر يعني اللي حوالين الكانولا يكون غرق اللزق كله وبقى سهل ان هو يتشال. 11 remove unclean adhesive tab اللي هو البلاستر يعني slowly by rolling to inner part. يعني هنشيل اللزق اللي موجود حوالين الكانولا بقى القديم دوت اللي هو مش نظيف، وعن طريق ان احنا هنلفه لف من بره يعني لجوه. 12 assess site of insertion for any abnormalities. يعني شوف المكان اللي انا بدخل منه الصلاين عن طريق السرنجة اللي هو اللي بيبقى مقفول بغطا من قدام دوت. شوف المكان دوت هل في اي حاجة غير طبيعية، ورم مثلا او نزيف او اي حاجة، واعمل تقييم ليها. بعد كده 13 clean site of insertion send the skin around in circular motion using a cotton ball soaked with saline. change cotton ball in every circle. عايز يقولك يعني عايزين ننضف المكان اللي حوالين الفتحة اللي انا بدخل منها الصلاين، تمام. وبعد كده هننضف الجلد اللي حواليها عن طريق circular motion اللي هو يعني حركة دائرية، ماشي. وكل مرة هعمل فيها لفة اللي هو كل مرة همسح فيها الكانيولا، الجلد يعني حوالين الكانيولا هغير القطن، وطبعا القطن دوت بيكون مبلول صلاين.
14 dry site of insertion then the skin around in circular motion using dry cotton ball change cotton ball in every circle. قصدي يعني ان احنا هنعمل تجفيف للجزء اللي حوالين الكاميرا اللي احنا مسحناه بالصلاين من شوية في حركة دائرية، وبرضو كل مسحة دائرية هغير فيها القطن. 15 fix cannula with adhesive tape plaster on the shape of bent trousers contracted. قصدي يعني ان احنا هنحط بلاستر جديد على الكانيولا بعد ما شلنا البلاستر القديم بكل الحاجات اللي احنا عملناها ديت، وهيكون البلاستر على شكل بنطلون، يعني هنقصه من النص وهنركبه كويس في الكانيولا. ماشي، وانا بس ملقتش شكل البلاستر هو مقصوص على شكل بنطلون بالظبط، بس اكيد انتوا عارفينها. وبكده يا صديقي تبقى عملت كير للكانيولا. هيبقى ناقص بس ان انت تكتب تاريخ التنظيف وتاريخ تركيب الكانيولا بس على البلاستر، وهتعمل كلين اند ريبليس اكويبمنت اللي هو يعني هتنضف المعدات بتاعتك بقى وتلم العدة كده، وريكورد بروسيجر اللي هو يعني هتسجل البروسيجر ان انت عملته، لان انت لو ما كتبتوش يبقى ما عملتوش. وريبورت اف اني abnormalities، يعني هتكتب اي مشكله قابلتك وانت بتعمل الكانيولا كير. وطبعا انت بتعمل اسسمنت للجلد، يعني انت بتشوف الجلد هو كويس ولا مش ولا في مشكله، زي مثلا لونه وشكله والملمس بتاعه، وبعد ما بتشيل اللزق يعني. وفي الاخر هتعمل نفس الحاجه اللي بنعملها على طول، هاند واشنج. وبكده نبقى خلصنا. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تدوس اشتراك علشان يوصلك اشعار بكل فيديو انشره بعد كده، قبل ما حتى انشره على الجروبات بتاعه الشرح. وبرضو جروبات الشرح والروابط هتكون موجودة تحت في الوصف، انزل بص بصة على الروابط اللي هسيبها لك.